فكيف يقال هذا الشرك؟ هذا الصحابي الجليل بلال بن الحارث المزني جاء إلى قبر النبي في عام شديد القحط، قال: يا رسول الله استسق لأمتك فإنهم قد هلكوا. ماذا قال؟ يا رسول الله استسق لأمتك فإنهم قد هلكوا. أليس هذا نداء؟ أليس هذا استعانة؟ أليس هذا استغاثة؟ بلى، روى ذلك ابن حجر العسقلاني في كتابه فتح الباري الجزء الثاني، وروى ذلك ابن كثير وغيره أن الصحابة كانوا يأتون قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويتوسلون به إلى الله. وهذا سيدنا بلال جاء من بلاد الشام حتى وصل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وصار يتمرغ فيه لأنه رأى النبي في الرؤيا فقال له: ما هذه الجفوة يا بلال؟ فجاء من بلاد الشام إلى المدينة وصار يتمرغ بقبره عليه الصلاة والسلام. روى ذلك أفضل المحدثين في عصره في بلاد الشام الحافظ ابن عساكر. هل يا ترى سيدنا بلال الحبشي الذي تشتاق إليه الجنة وعبد الله بن عمر وغيرهم من الصحابة مشركون لم يعرفوا التوحيد من الإيمان، ومعلمهم سيد الأنام محمد عليه الصلاة والسلام؟ كيف يعقل هذا؟ سيدنا خالد بن الوليد كان شعاره في معركة مسيلمة الكذاب، تلك المعركة الخطيرة مع الكفار أتباع مسيلمة بن الكذاب، شعارهم: يا محمدا. روى ذلك ابن الأثير، وروى ذلك أيضا ابن كثير في كتابه البداية والنهاية الجزء السادس صحيفة 329. ثم لا أستطيع في هذا الوقت القصير أن أحصي لكم وأذكر لكم ليس عشرات الكتب بل مئات المراجع للأئمة الأعلام، لأئمة أهل السنة الأتقياء الورعين الحفاظ المتقين الزاهدين في جواز التبرك والتوسل بالأنبياء والصالحين. يقولون: من خرج مسافرا يزور قبر النبي محمد هذا لا يجوز، وهذا وسيلة إلى الشرك. لا حول ولا قوة إلا بالله. قال الإمام تقي الدين السبكي: بل هذا من أعظم القربات إلى ذي الجلال بإجماع المسلمين قاطبة، ولم يرى من أنكر ذلك في الأنام حتى جاء ابن تيمية بكلام لبس فيه على العوام وابتدع ما لم يسبق إليه قط. 700 سنة أو أكثر من 700 عام والمسلمون يتبركون ويسافرون بقصد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أول من تكلم بالتحريم رجل يقال له أحمد بن تيمية. ومن قال لكم غير هذا فليأتنا بدليل أو باسم عالم واحد حرم السفر لزيارة قبره عليه الصلاة والسلام. أليس النبي قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور أفلا زوروها فإنها تذكركم الآخرة؟ النبي قال: زوروها أفلا زوروها. وأي قبر أفضل عند الله من قبر ضم ذلك الجسد الطيب المبارك، قبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ إن كانت زيارة القبور تذكرنا الآخرة، زيارة قبر النبي محمد بما يذكرنا؟ بالآخرة، بهذا النبي الكريم، بهذا النبي الشجاع الذي جاهد في الله حق جهاده، بهذا النبي العظيم الزاهد، بهذا النبي الأمي العظيم الورع التقي، بهذا النبي الذي جاء بعلم الأولين وحدثنا بما يكون من أشياء إلى قيام الساعة نتذكر فيها عندما نتوجه إلى هذا النبي العظيم كل تلك الأمور. ويتحرك في قلب المؤمن الشوق، ويتحرك في قلب المؤمن حب الاقتداء بهذا النبي الكريم. السيدة فاطمة كانت تزور قبر عمها حمزة كل يوم جمعة. روى الحاكم في مستدركه الجزء الأول صحيفة 377 أن فاطمة كانت تزور قبر عمها كل يوم جمعة فتصلي عنده وتبكي. الإمام الشافعي كان يزور قبر أبي حنيفة
ويتبرك به ويدعو الله عند قبره. الشافعي تبرك بثياب الإمام أحمد بن حنبل. أحمد بن حنبل غسل ثوب الإمام الشافعي وشرب ماءه. وروى مسلم أن أسماء بنت أبي بكر كان عندها جبة النبي صلى الله عليه وسلم، قالت فنحن نغسلها بالماء نسقيها للمرضى. وهذا أكثر من أن يحصى. الإمام أحمد بن حنبل يعطي قلمه لرجل، فيذهب هذا الرجل فيقول لأبي جعفر أبي علي الجعفري هذا قلم الإمام أحمد، يقول ضعه في النخلة لعلها تحمل، يعني ببركة القلم، فيضعه في النخلة فتحمل النخلة. فيضع قلم الإمام أحمد على النخلة فتحمل. ماذا معناه؟ البركة. فيأتي فيقول لك واحد من هؤلاء هذا قلم لا ينفع ولا يضر. نعم، القلم لا ينفع ولا يضر بنفسه، لكن بمشيئة الله ينفع، لأن الدواء لا ينفع ولا يضر بنفسه، ولكن بمشيئة الله ينفع. السكين لا تقطع بنفسها، لكن بمشيئة الله تقطع. النار بنفسها لا تحرق، بل بمشيئة الله تحرق. وهكذا قل في كل تلك الأمور لا نافع ولا ضار على الحقيقة إلا الله. لذلك السكين لم تقطع عنق إسماعيل، والنار لم تحرق نبي الله إبراهيم. إذن نحن نعتقد أن الأمور كلها تجري بمشيئة الله وبتقدير الله، ونقول إن الأنبياء والأولياء لهم بعد الموت كرامات، والأنبياء لهم بعد الموت معجزات. من قال إن ذلك ينقطع بموتهم؟ أليس الجسد إذا بلي بقيت الروح؟ والله تعالى يكرم من شاء من عباده الصالحين بكرامات حتى بعد الموت، حتى بعد الموت. هذا ابن القيم إمامهم تلميذ ابن تيمية يقول إن أرواح الصديقين بعد الموت تكون أقوى مما كانت عليه مع اتصالها بالبدن، بل قد تهزم جيشا بكامله. روح الصديق الولي الصالح قد تهزم جيشا بكامله. قال ذلك ابن القيم إمامهم في كتاب الروح صحيفة 171.